تعالوا نعرف مع بعض بقى اهم المكملات الغذائيه والنيوتريشنال هابتس اللي نعملها لحالات البريمونوبوز والمينوبوز بعد ما عرفنا في الفيديو اللي فات ايه الاعراض وليه بتحصل عمليه المينوبوز. في حاجات بنحتاج ناخدها عشان نبدا نحافظ على العظم بتاعنا على الاقل، وطبعا عشان حالتنا المزاجيه كمان. من اهم الحاجات ديت هو الفايتو استروجينز او فول الصويا، والماده الفعاله الرئيسيه الموجوده جوه من الايزوفلافونز وما تعرف بالفايتو استروجينز، وديت تاثيرها ايجابي في الوقايه من بعد كده بعض الاورام اللي بتحصل في السن ده. طبعا تقليل هشاشه العظام بشكل كبير، الحفاظ على الكتله العضليه كمان عند السيدات في هذه المرحله. السبلمنت رقم 2 لمرحله البريمونوبوز والمونوبوز او ما قبل انقطاع البيريود وانقطاع البيريود هيفضل دايما صديق المراه اللي كل مره هنتكلم عليه، فيتامين دي 3 هو كمان. ليه؟ لان في جزء تاني ليه علاقه بنخاع العظم وارتفاع اداء الجهاز المناعي، وده بيحمي السيدات بعد المينوبوز من امراض مناعيه كتير. فناخد بالنا من ضروره الغذاء الكويس، وناخد بالنا كمان من ضروره الرجوع لطبيبه النساء. السبلمنت الثالث هي الاوميجا 3، وهنا محتاجين الحاجات اللي فيها الاي بي اي اكتر من الدي اتش اي او الاوميجا 3 الفعال الايكوزا بنتا اينويك اسيد، عشان ده اللي هيشتغل كمضاد للالتهاب ويقلل كمان الالتهابات الطرفيه اللي بتحصل في حالات انقطاع البيريود، وكمان تقليل فرص الاصابه بمضاعفات الجهاز الدوري والقلب او السكر بعد مرحله انقطاع البيريود. وافتكر دايما ان صحتك اهم.